في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، تم رصد فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف فصيلة مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعتدون على أحد المواطنين بوسط أسلحة بيضاء. على الفور باشر محققي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة تحرياتهم، وهذا لتحديد هوية المشتبه فيهم. ومن خلال تنشيط عنصر الاستعلام وتكثيف الدوريات تم تحديد مكان تواجد جماعة الأشرار، وهذا بالتنسيق مع فرقة الأمن والتحري الدرك الوطني بقسنطينة، أين تم مداهمة مكان تواجدهم ليتم توقيف 3 أشخاص متورطين في هذا الاعتداء، ويتم اقتيادهم مباشرة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق وتحديد باقي أفراد العصابة. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لجناية جمعية تكوين جمعية أشرار، وكذا جناية محاولة قتل عمد وإنشاء وترأس عصابة إحياء قصد الشروع في المساس بالأمن العمومي. تبقى كل قنوات الاتصال الدرك الوطني مفتوحة أمام المواطنين، وهذا للتبليغ عن مثل هذه التصرفات على غرار الرقم الأخضر 1055.